مصر بتخسر وطالبه مع محمد صلاح ضحك. محمد صلاح كاتم الضحكه بالعافيه. ده كان المتوقع من الاول. احنا فرقه ما عندهاش اي تكتيك، احنا بنلعب على الهجمه المرتده، نفس التكتيك، نفس الطريقه اللي كان بيتبعها كوبر، نفس الطريقه اللي كان بيتبعها برادلي. احنا فرقه ما عندهاش اي تكتيك، وده كان واضح جدا. وكان واضح ان كل الاهداف اللي دخلت كانت عباره عن اجتهاد فردي من امام عاشور ومن عمر مرموش ومن محمد صلاح، اجتهاد فردي بحت. الدليل ان اول فرقه وقفت لك صح وعملت تنظيم دفاعي، انت ما رحتش غير بكره واحده وشوطه من بره ال 18. يطلع بقى المحللين اللي على التلفزيون اللي كانوا بيقولوا الماتش اللي فات ده حسام عمل تكتيك ومش تكتيك. هو حسام بيقفل تمام وبيلعب على الهجمه المرتده. الهجمه المرتده انت وحظك بقى، مفيش جمل انت متفق عليها، هي اللعيبه بترمي الكره في المساحات الفاضيه وعلى حسب اجتهاد امام عاشور بقى، على حسب اجتهاد مرموش. تمام. نقول ايه؟ بس انا مع ان حسام حسن يكمل برضو، لان احنا في كاس العالم غالبا ممكن ننجح قصاد الفرق الجامده ان احنا نقفل كويس جدا ونلعب على الهجمه المرتده. تمام. بس محدش يحزن طبعا، دي لعيبه بتاخد ملايين ماشي، ولا حد فيهم هيهمه حاجه، كلهم هيروحوا يركبوا عربياتهم ويسكنوا في فيلالهم ولا يهمكم. يلا مبروك مبروك.